سنة 1869 افتتحت مصر قناة السويس، وكان عندها نقص كبير جدا في الموارد، واقترض الخديوي اسماعيل من روتشيلد مبالغ ضخمة جدا وبسعر فايدة مرتفع جدا، ده غير باقي القروض اللي كان واخدها من دول أوروبا، وده اللي خلاه بعد كده يبيع نصيب مصر من قناة السويس علشان يسدد الديون دي. وطبعا مش محتاج اقولك ان انجلترا هي اللي اشترت نصيب مصر من قناة السويس. في الوقت ده كان انجلترا عندها مشكلة في التمويل، فخدت قرض من روتشيلد علشان تشتري حصة مصر من القناة. وبعد ما انجلترا اشترت حصة مصر في القناة، عزلوا الخديوي اسماعيل وعينوا بعد منه ابنه توفيق، وبعدها احتلوا مصر وعزلوا ابنه عباس حلمي قبل الحرب العالمية، وطلعوا في 1917 وعد بلفور عشان يردوا جميل روتشيلد عليهم. واتحرك الجيش الانجليزي من مصر سنة 1917 واحتلوا فلسطين، وللأسف